السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. دايما عندي وجهة نظر ان اكتر حاجة بتخزوقنا بمعنى صح هي ان احنا نتعشم في حد، ايا كان بقى الحد ده مين. الحد ده طالع مننا او طالع من قرية، معظمنا طالعين من قرى على قد حالها. فلما الحد ده وصل لدرجة بعيدة احنا اتعشمنا فيه. اتعشمنا في واحد هو مننا، اتعشمنا في واحد يحس بينا. بس دارت الايام ولفت والشخص ده بقى يتنطط علينا. من اول مشكله حصلت واتحط فيه الجمهور وراح للجمهور ويعني وعمل ان هو مش سامع الجمهور في 2019 في بطوله افريقيا اللي اتلعبت في مصر. ارجع بيا كده للزمن ورا، تمام، وافتكر المشكله بتاعت عمرو ورده لما الجمهور زام على المنتخب ولاعيبه المنتخب، وكابتن محمد صلاح هو والعالمي احمد المحمدي تدخلوا في الموضوع. فاكر ايه اللي حصل؟ تعال اقول لك ايه اللي حصل. ساعتها لعبنا ماتش، انا مش فاكر اول ماتش كان قدام مين، المهم ان بصراحه جاب جون. راح للجمهور عمل ايه؟ حط ايده في ودانه ان هو مش سامع الجمهور، وبناء على الكلام المفروض ان الجمهور يهيس عليه ويعمل صفارات استهجان او ما الى ذلك زي ما بيحصل في اوروبا. الجمهور ما عملش كده، الجمهور ما خدش باله وفضل يشجع المنتخب وفضل واقف جنب صلاح. الفكره ان انت يعني ادالك ايحاء كده ان انت ما تستناش دعم من حد. الفكر بتاعك انت، او خليك انت الداعم الاول والرئيسي، واللي كلمتك تبقى ثابته مهما تغيرت الالوان. ممكن تكون فلوس اديداس وفي بيبسي بتغنيه ان هو يقول كلمه حق او كلمه احنا مستنيينها، او كتير مننا مستنيه. كتير مننا كان واخده قدوه. هختم او هقول حاجه اخيره قبل ما نخش في الموضوع بتاع النهارده اللي هو قالها الاسطى عبده او يحيى عزام. لان انا مش هقول اكتر من اللي اتقال. هو قال ايه؟ قال لك حياه القطط مش اغلى من حياتنا. فهو بالظبط كده، ادام هي حياه القطط اغلى منه او اغلى عنده مننا، فيا عم خليك مشرف نفسك بنفسك بره، وما تستناش مننا ان احنا نصوت لك في جايزه احسن هدف ولا جايزه احسن لاعب في الاسبوع ولا الشهر ولا اليوم ولا السنه ولا اي حاجه. شيل نفسك بنفسك وشرف نفسك بنفسك. خلص الكلام على كده. بينا بقى نخش في موضوع النهارده. لو جينا حسبناها بالمقياس اللي من اول فيتوريا ما مسك المنتخب، فهو يعتبر او من وجهة نظري بغض النظر عن ماتش تونس وبلجيكا، او بالذات تونس ان ما كانش فيه اصلا صفوف المنتخب مكتمله زي النهارده. فهو الماتش النهارده بتاع المنتخب هو اقوى ماتش لفيتوريا مع منتخب مصر. واعتقد ان هو احسن استعداد لفيتوريا قبل ما يخش في المعمعه بتاع الدوري افريقيا وما الى شابه ذلك. تعال فسر لك كده النقط واحده واحده. اول حاجه اللي انا بقيت واخد بالي من فيتوريا منها ان هو، او عكس كيروش، ان انت بقتش تعتمد على لاعب بعينه. انت بقى عندك 11 واحد في الملعب، 11 واحد في الملعب ده نازلين ياكلوا النجيله. بقى عندك في المنتخب محترفين جديد كتار، ومحترفين عايزين يثبتوا رجليهم في المنتخب، بغض النظر عن عمر مرموش اللي لحد الان انا ما اعرفش هو ليه بيلعب في المنتخب اصلا. يعني عمر مرموش ده لعب تقريبا حوالي 15 ماتش لحد الان، هو مساهم بجول بس في ليبيا تقريبا. الكره اللي جات له النهارده صلاح لعبها له، المفروض ان هو يروح والجون يا اما يلعبها بالعرض لحسين الشحات يا اما يزقها في اي حته على يمين على شمال الجون تخش جون ونريحنا، وان احنا ممكن يبقى عندنا احراز هدف ثالث والكلام ده كله. هو اختار اسهل حل ان هو يلعبها في جسم الجون. هتقول لي بقى اصل قصده، اصل مش قصده، اصل الحكايه والروايه، انا ماليش دعوه. المجمل في الاخر ان انا طلعت بسبب كوره وان انا ضيعت كتير. اتعادلت في ماتش انا كنت كسبه، او اغلب فترات الماتش انا كنت احسن حد فيها، مع ان انا كنت خسران واحد او خسران لاعب وبلعب ناقص، واتغيرت طريقه اللعب بسبب الطرد اللي حصل، وان محمد هاني دخل بطريقه غريبه قوي على لاعب الجزائر، معرفش كان فكره فين وهو بيطير برجله يخش في دماغ الراجل. يا عم طب اهدى، يا عم طب اهدى. لكن انا مش فاهم دماغ محمد هاني كانت فين. الفكره كمان او النقطه اللي بقت مضيئه في المنتخب بقالها ماتشين هو حمدي فتحي. حمدي فتحي
ايام ما كان بيستخدمه موسيماني ان هو كان بيرجعه ورا ويلعب ب 3-4-3، حمدي فتحي اللي مع كروش كان بيثبت رجله، وكان كروش كان تقريبا بيحط العشرة الباقيين حواليه. كولر كان بيستخدمه ان هو يبقى مهاجم ويضم لقدام ويسجل او يعمل اسيست لاي مهاجم او يلعب قريب ليه. كمان فيتوريا جه واستغله او نسبيا زي ما كولر كان بيستخدمه. اللي هو ازاي انت كحمدي فتحي انت مش لاعب ارتكاز بس، انت هتضمني لقدام وهتحاول تجيب اجوان او تعمل اي فرصه محققه على المرمى. وده اللي حصل في الماتش اللي فات، وحصل كمان في ماتش النهارده وقدر يسجل حمدي فتحي لحد دلوقتي جونين. فالراجل على قد ما هو طلع من الاهلي وقلنا رايح بقى الوكره القطري وان هو دوري ضعيف وان هو مش هيقدر يرجع تاني المنتخب، الراجل مثبت رجله في المنتخب حاجه كده في منتهى الروعه. بسم الله ما شاء الله عليه بصراحه. على قد ما انا كنت متخيل ان هو رجله هتتقل، مش زي ما احمد فتحي راح قطر ورجع ما كانش ليه اي وجود وما كانش ليه اي اساس اصلا مع المنتخب. ده حمدي بيثبت رجله كانه لسه في الاهلي مثلا. اللي لا انا ما اتاثرتش، انا لو رحت لعبت في دوله معدوم فيها لعب الكوره انا هفضل واقف على رجلي وهفضل افيد اي مدير فني يجي يقول لي انا عايزك. فهو ده حمدي فتحي. النقطه المديره كمان في الماتش بتاع النهارده بالذات، ان انت بقيت تحس ان انت عندك اخيرا مهاجم تقيل. مهاجم مثلا تقول مثلا عمرو زكي، مهاجم تقول عماد متعب. مصطفى محمد كل ماده ورجله بتتقل في الملعب وبيزيد خبرات وامكانيات في منتهى الجمال. للعلم مصطفى محمد من هدافين الدوري الفرنسي. مصطفى بيشتغل على نفسه حلو قوي، وبيشتغل على ان هو يلعب ازاي يبقى مهاجم متكامل. انا شفت له حته جون جابه في الدوري الفرنسي من ركله حره في منتهى الجمال. الفكر اللي بقى عند اللعيبه دلوقتي او كعند مصطفى ان هو ازاي يطور نفسه وازاي ما يبقاش في حاجه ناقصه، او كمهاجم سواء اي حد او اي مدير فني يستغله، بقى شيء مش طبيعي لمصطفى. مصطفى اهم مهاجم حاليا موجود في مصر، سواء في المحليين او سواء او ان هو بيلعب بره في فرنسا او ايا كان. مصطفى فعلا بقى مهاجم تقيل قوي. المهاجم اللي انت كنت بتعاني من عدم وجوده من بعد عماد متعب. احنا بنتكلم في قد ايه؟ انا ما اعتقدش ان في يعني مهاجم جه اقنعني في المنتخب او جه المنتخب بعد عماد متعب وعمرو زكي. انا ما اعتقدش. انا حتى كهربا اللي كان معتبر وينج اصلا وجه بيلعب مهاجم. كوكا ما اداش للمنتخب كتير ايام كوبر. مفيش يعني حرفيا مصطفى هو اتقل مهاجم جه للمنتخب بعد متعب وعمرو زكي وزيدان والناس التقال دي جدا. فانا اتمنى منه انه يثبت على المستوى ده، واتمنى ان هو مع الوقت في فرنسا يهدى وما يعني وما يحطش في دماغه بقى دوري انجليزي وفريق كبير والكلام ده. لو كانت تصبر في فرنسا سنه وسنتين كمان وانت لسه سنك صغير وتعمل لنفسك تاريخ في فرنسا ومنه تروح بقى فريق كبير زي ما انت عايز من غير استعجال ولا حد يلعب له في دماغه ويقول له انت كفايه لفرنسا لحد هنا. ادام انا بزيد مع الوقت وادام انا بعلى في امكانياتي والكلام ده يبقى اكمل لحد ما احس ان انا شبعت خلاص بقى انا ما عنديش للمكان ده تاني. انا شايف ان انا هلعب في الحته دي افضل، عايز مكان تاني اعلى. فده ملخص مصطفى محمد يعني بمنتهى الايضاح. تاني نقطه او تالت نقطه اللي هي نقطه النني. بصراحه يعني اللي انا خدت بالي منه النني بقى هتحس ان هو بقى معلم في نص الملعب عكس السنين اللي فاتت. او فيتوريا استخدم النني النهارده في منتهى الجمال. الراجل كان حلقه وصل ما بين الدفاع وربط الدفاع بالهجوم في منتهى الجمال. يمكن لما حمدي كان بيزيد كان هو بيبقى ثابت مكانه. فالحته اللي اتحط فيها النني او طريقه اللعب اللي بقى يلعب بيها المنتخب دلوقتي والنني موجود بالطريقه دي، فهي حاجه من تحط النني في حته ثابته للمنتخب. النني جايب خبرات كبيره وجاي من ارسنال، اي نعم هو ما بيلعبش بس الراجل تقيل جدا جدا في الحته دي. ما بقاش يزيد قدام، ما بقاش ان انت تستغل مجهود البدني على الفاضي زي كيروش وزي قبل كيروش كوبر وان اتظلم مع الناس دي او ما اتظلمش. المشكله في الاخر ان النني دلوقتي بقى تقيل جدا جدا جدا. تريزيجيه كان نجم من نجوم الماتش النهارده. الشناوي في منتهى الجمال. يمكن الشناوي النقطه الوحيده المضيئه في حراسه مرمى منتخب مصر، وانك انت لو شلت الشناوي من المنتخب المنتخب هيبقى ملط بمعنى الكلمه في حراسه المرمى. لا محمد صبحي ولا ابو جبل يقدروا يقدموا ربع اللي الشناوي بيقدمه عشان نكون صريحين.
الشناوي تقيل وتقيل قوي قوي، وفيتوريا من غير الشناوي يحط ايده على راسه وينزل يعقب. قولا واحدا، الشناوي هو اللي شايل حراسه المرمى بتاعت المنتخب. زي ما قلت انها فتره استعداد او ماتش مهم جدا لفيتوريا، ويخليه يحط ايده على حاجات كتير في الملعب. طريقه لعب، لعيبه ملهاش لازمه، زي انا ما اعرفش مرموش ليه هو مصمم عليه مع ان تريزيجيه يفضل في الملعب، او زيزو هيبقى افيد منه. يا عم حتى لو جيتها من بعيد خالص وجيت على نفسك ولعبت حسين الشحات هيبقى افيد من مرموش مليون مره. ففي هي دي النقطه الوحيده اللي انا مش عارف فيتوريا هو رايه فيها ايه. بس كمجمل فالماتش احنا نستحق ان احنا نكسب بعد اداء مفيش احسن منه، لولا وكمان بعد الطرد ان انا قلت ان خلاص بقى المنتخب هيرجع لورا وهيبدا يدافع. لا، احنا بنهاجم وبنروح على المرمى وبنضيع. اي نعم في الاخر احنا اللي شلنا الطين بعد ما ضيعنا واستقبلنا هدف في الاخر وطلع الماتش تعادل وضاع مننا. اتمنى ان احنا بقى نشوف ماتشات قويه مع منتخبات تقيله علشان تدي اللعيبه دي تقل اكتر من كده، بالذات ان انت بقت افريقيا المنتخبات فيها تقيله جدا جدا جدا، زي المغرب وزي نيجيريا وزي السنغال اللي بقى كانت عقدتنا او بقت عقدتنا. فلازم يتلعب الماتشات الجايه سواء في ماتشات وديه يتلعب قدام منتخبات تقيله جدا جدا. كده انا خلصت النهارده، واتمنى ان الفيديو ينال اعجاب حضراتكم جميعا. ما تنسوش تنزلوا وتشتركوا في القناه، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش تضغطوا على اللايك المتين. سلام.